نعم، ولذلك يتم الاستعانة بفرق مشاة تقوم بعمليات مداهمة وتمشيط وأيضا عمليات كوماندوس وإنزال بشري من أجل ربما يعني حتى من أجل مداهمة المسلحين في الأماكن التي يتواجدون فيها، وأيضا من أجل أن يقوموا بإلقاء القبض عليهم. أيضا بالمقابل علا، العملية العسكرية كما قلت يعني ردا على السؤال إذا ما كان سيتمكن المدنيون من العودة إلى هنا، ربما تستمر العملية العسكرية ليومين آخرين ليتمكن الأهالي من العودة إلى بيوتهم. وأيضا بالمقابل ربما يكون هناك يعني يجب على الجيش أن يتبع أو تقول لنا المصادر العسكرية هنا أنه يستلزم الجيش أن يقوم بعمليات تثبيت في المناطق التي وصل إليها، لأن هناك طبعا محاذير من أن يقوم الجيش أو عفوا أن يقوم المسلحون بالعودة ثانية إلى هنا، لطالما أن المناطق الواصلة من معلولة باتجاه الشمال والشمال الشرقي عبر البساتين والجرود هي تصل إلى أماكن يتواجد فيها المسلحون بشكل كبير، وأيضا هي أماكن متاخمة للحدود اللبنانية وخاصة منطقة عرسال التي تؤمن ملاذا ومعبرا آمنا لهؤلاء المسلحين باتجاه نعم. الحدود اللبنانية. نعم ديما، لو سمحتي ابقى معنا وتنضم إلينا الأم بلاجيا دياب، وهي رئيسة دير مرتقلة في معلولة. لو سمحتي ديما، لو توجه الكاميرا إلى الطرقات والبيوت في معلولة والمظهر الآن أو المشهد الذي نشاهده اليوم في بلدة معلولة. أم بلاجيا، هل تسمعيني؟ سياف كثير، سياف مضبوطة. نعم. ما هي بعد اليوم بعد دخول الجيش السوري إلى بلدة معلولة، لو سمحتي لو تضعينا أكثر في الوضع الإنساني للمدنيين الذين لا زالوا في بلدة معلولة في ظل هذه المعارك المستمرة بين المعارضين وبين المجموعات المسلحة والجيش السوري؟ الحقيقة أول شيء بدي أقول لكم عن الكنية، دائما عم تغلطوا بالكنية. بلاجيا سياف. نعم، عذرا أم بلاجيا. سين يا ألف ف مثل فادية، إذا تريدي الصراحة. نعم، تفضلي. نحن هلا بمعلولة، يعني شو بدي أقول لك، إنه بعدنا في أقول لك إنه نحن بخير، نحن مناح نشكر الله. والجيش السوري دخل على معلولة وما بنعرف شو صاير برا، يعني الله يحمي الجميع. ولكن ودخلوا لهون كمان نعم أم بلاجيا، هل لا زال هناك مدنيين داخل البلدة تتواصلون معهم؟ كيف هم وضعهم الإنساني؟ وأنتم في الدير هل تقدمون أو تقومون بأي مساعدات؟ كيف هو وضعكم الآن حاليا؟ جبناهم على الدير، نحن جبنا شي 10 12 واحد كانوا بالبيوت ختيارية عجزة، جبناهم وقايمين فيهم، نحن بأكلهم وشربهم رعايتهم. نعم. هل تأثر هؤلاء الأشخاص جراء هذه المعارك التي شهدتها بلدة معلولة لعدة أيام؟ أكيد الدم عم بعينهم وعم بيقدروا يعني يفسروا في بعيونهم. نعم. نعم، نستطيع أن نقول أم بلاجيا أنه بعد دخول الجيش السوري من الممكن تتوقعون عودة جميع أبناء هذه البلدة بعد دخول الجيش؟ وتقول معلوم بفارغ الصبر، ناطرين بفارغ الصبر كله يرجع. هلا كانوا امبارح كلهم على رصيف معلول بابتومه. نعم أم بلاجيا، هل تعرض دير مرتقلة بالتحديد من قبل المسلحين أو من قبل المجموعات المسلحة لأي قصف أو أي دمار؟ شو عملوا؟ هل تعرضتم من قبل المجموعات المسلحة أو دير مرتقلة؟ لا ما تعرضت. ماذا اليوم هنالك العديد من الأحاديث عن عدد من القتلى والمخطوفين؟ معقول في، بس ما مش عنا، يعني هن برا بعيدون عنكم حاليا. يعني برات الدير ما بنعرف شو عم بيصير، نسمع أصوات قنابل، طيارات، سكروا دينينا، بدنا أطباء الأذان تجي لعنا بقى مثل ما بيقولوا. يعني قد ما صار في مدافع عم تهاجم، عم بيهاجموا بعضهم، والطيارات، بس كلها لصالح البلد هن. ونحن بالوسط صايرين. نعم. بنتمنى انه اهل معلولة يرجعوا كلهم، وراح يرجعوا.
هن رح يرجعوا لأن بفارق. كيف تحاولون الأم بلاجيا تأمين الغذاء أو الدواء طيلة فترة هذه التي دارت فيها المعارك العنيفة؟ الله في وسطها فلن تتزعزع، الله موجود، هو اللي عم بيعيننا، الموجود عنا عم ناكل منه ونشرب منه، والأيتام والكبار والصغار كله ماشي حالنا، يعني كله ما بنسأل عنه قدام الأمان والسلام. استطعتم طيلة هذه الفترة تأمين هذه الاحتياجات الأساسية خصوصا للعجز التي تحدثت عنهم، خصوصا بحاجة لدواء، استطعتم تأمين ذلك أم بلاجيا؟ دواهن، لا كانوا جايبين دواهن معهم، عندهم ببيوتهم دواهن الأدوية وجبنا، وهلا في شيء من عنا، احنا في عنا صيدلية صغيرة للأيتام، فإذا في شيء عنا بدهم إياه عملنا عينهم فيها. نعم بلاجيا، لقد سمعنا عن تعرض للعديد من الكنائس أو العديد من الكنائس والأديرة والأماكن الأثرية في معلولة للقصف والدمار أو الأذى من قبل بفعل الأعمال العسكرية التي قامت بها وشنتها المجموعات المسلحة. الحقيقة يعني أنا سمعت مثل ما سمعتوا انه في تعرض للكنائس، تعرض الكنائس وليبقى في غير دير واحد. انتم في الدير مرتقلة هل تعرضتم لاي اذى او من خلال هذه لا 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 لا, لا. نعم ام بلاجيا، شكرا جزيلا لك. والان عودة مجددا الى مراسلتنا ديما نصيف. ديما، انت ما زلت لنقول في مدخل بلدة معلولة، هل تستطيعون في الساعات اللاحقة الدخول مع الجيش السوري إلى المناطق التي استطاع الدخول إليها الجيش السوري؟ ما هي المساحة التي بقيت لدى الجيش السوري؟ نعم طبعا نحن سنحاول ان ندخل مع الجيش السوري الى اماكن متقدمه اكثر، ربما لا نتمكن من البث المباشر بسبب صعوبه الوصول ربما في بعض الازقه الضيقه، ولكن سنحاول عبر الكاميرا على الاقل ان نرصد كيفيه السيطره للجيش على تقريبا كامل او قسم كبير من بلده معلوله كما اكدت لنا المصادر العسكريه. ونعود لنؤكد أيضا علا بأن هناك لا يزال بعض الجيوب المسلحة التي قد تمنع دخولنا لبعض الأماكن أو لبعض الأحياء لأنها مرصودة، وكما حدث قبل قليل لا أدري إن كنتم يعني تتابعون معنا، كان هناك أعمال قنص حتى على المنطقة التي نحن موجودين فيها وتم التعامل مع مصدر القنص. نعم ديما، نستطيع أن نقول أن المعارك لا زالت على أشدها حاليا في بلدة معلولة. لا، هي ليست معارك على أشدها، المعركة الكبيرة كانت قبل أيام كما قالت المصادر العسكرية، وخاصة ليلة أمس كانت التوقعات بأن معلولة لا يمكن الدخول إليها قبل يومين أو على الأقل قبل يوم الجمعة على أقل تقدير. يبدو أن المتغير الكبير الذي حدث ليلة أمس هو الذي غير من كل التوقعات أو من كل المعادلة في هذه المعركة. يبدو أن هناك ربما انسحاب للمسلحين كان سريعا من هذه المنطقة إلى جانب استعانة الجيش بأعداد كبيرة، وأيضا إلى جانب دخول تشكيلات أخرى غير التشكيل التابع للجيش السوري الذي كان متواجدا في العملية العسكرية، في بداية العملية العسكرية بالأحرى. كان لابد ربما علا لما تملك معلولة من أهمية وأيضا من رمزية في الوجدان السوري والوجدان المشرقي والوجدان المسيحي، ربما هذا ما استدعى أن يكون هناك سرعة كبيرة في حسم هذه المعركة، وبالتالي تمت الاستعانة يعني بسرعة كبيرة بتشكيلات وأيضا بنوعية أسلحة وبنوعية عملية من أجل الإسراع بحسم هذه المعركة. وربما نقول يتمكن أهالي معلولة من إحياء عيد الصليب الذي يصادف يوم 14 من شهر أيلول، أي بعد أيام قليلة. ربما يتمكنون من إحياء هذا العيد في بلدتهم، وهو عيد تشتهر به معلولة ويحج إليه كل السوريين للاحتفال بهذا العيد في هذه المنطقة، وخاصة عندما ينزلون من أعالي هذه الجبال بعد إشعال الإطارات وأيضا بالقيام بطقوس ورمزية معينة خاصة بهذا العيد. أيضا ينزلون إلى وسط هذه الساحة من أجل إحياء هذا العيد، رغم أنه قد يمر عليهم وعلى المسيحيين في سوريا
بحزن كبير نتيجة ما يحدث بداية باستهداف بعض القرى على خلفية طائفية، وأيضا بكل ما يحدث في سوريا بشكل عام. نعم ديما، هل لديكم أي معلومات حول عدد الخسائر التي وقعت في صفوف المسلحين أو عدد المدنيين الذين استهدفوا أو قتلوا في هذه المعارك؟ في الحقيقة بالنسبة لأعداد المدنيين هناك تضارب كبير في المعلومات، نظرا لأن لم يكن هناك من يتمكن أثناء وجود المسلحين وأثناء يعني المعارك، لم يكن يستطيع من تبقى هنا ومن قاوم هنا من أهالي البلدة قبل أن يخرج، لم يتمكن من الوصول إلى كل الأحياء هنا في معلولة ليعرف بالضبط ما الذي يحدث سواء مع المدنيين الآخرين أو حتى ما الذي يحدث بحق هؤلاء المدنيين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في أعداد المسلحين كما ترين علا، يعني لا تزال العملية العسكرية مستمرة، وبالتالي توافد عناصر الجيش مستمر، وليس هناك من إمكانية لرصد هذه الأعداد أو تحديدها بشكل دقيق وواضح، ولكن تقول المصادر العسكرية بأن هناك أعداد كبيرة من القتلى المسلحين، لأن هناك أيضا كان بالمقابل هجوم كبير وبأعداد كبيرة، كما أكد لنا أهالي معلولة الذين قابلناهم في دمشق بأن كان الهجوم بأعداد كبيرة وهائلة إلى هذه المنطقة، وربما يتجاوز 500 إلى 700 مسلح. طبعا كل هذا علا كما قلت لك هو نقلا عن شهادات وعن روايات الأهالي، ليس هناك ما يؤكد أو ما ينفي هذه الأرقام، ولكن بشكل عام هذا ما يتم الحديث عنه. نعم ديما، هل شاهدتم من خلال تواجدكم هناك أضرار جسيمة في المباني أو في الأبنية التي تحيط بكم الآن؟ في الحقيقة إلى المكان الذي نصل إليه يعني كما ترين ليس هناك من آثار دمار كبيرة، باستثناء ربما الآثار التي تحدثها الدبابات التي تمشي على الشوارع هنا. ليس هناك من آثار، حتى فيما ترصد الكاميرا ليس هناك آثار لدمار كبير كما يكون ربما ما هو أسوأ في عمليات عسكرية أخرى أو في مناطق أخرى. كما قلت يعني ربما السبب ما هو السبب؟ نعم كانت يعني ربما يكون السبب باستعانة الجيش بالمواجهات المباشرة وإطلاق الرصاص القريب، وهذا بالتالي لا يستدعي دمار في الأبنية. وكما قلت لك علا، عندما بدأت العملية العسكرية الكبيرة هنا المسلحون قاموا بالتحصن بالأماكن التي يتواجدون فيها، وطبعا نتمنى لو كانت الكاميرا تستطيع أن ترصد تلك المنطقة لولا عمليات القنص لنتمكن من المقاربة للمشاهد أين يتواجد المسلحين وفي هذه المنطقة الغربية في فندق السفير، وبالتالي هذا الذي يسهل إذا ما كان الجيش يود الاستعانة بالقصف المدفعي، فبالتالي هم يتواجدون في أماكن محددة تشكل معاقل لهم ويقوم بقصفهم بالمدفعية. أما بقية أجزاء العملية فهي عملية مشاة، عملية كوماندوس، مواجهات مباشرة عبر الأسلحة الخفيفة. أيضا هنا فقط للتوضيح علا، كما نشاهد شكل الجبال معلولة تقريبا تنقسم إلى ثلاثة، يعني يقال هنا فج، ثلاثة جبال تتموضع معلولة بداخلها بما يشبه الوادي، وبالتالي تمكن المسلحون من السيطرة على الجهة الغربية التي يتواجد فيها فندق السفير، ولكن بالمقابل الجيش السوري يسيطر على القمم. نعم ابقي معنا، سوف نعود لك لاحقا بالتأكيد. نعم ديما سوف نعود لك، ولكن ينضم إلينا الأب مكاريوس كلولي وهو مساعد البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. أبونا، بعد اليوم ما نشهده في معلولة من مواجهات ودخول الجيش السوري وإحكام سيطرته إلى حد ما على جزء كبير من بلدة معلولة، أنتم قد وقفتم وقد علمتم بالوضع الإنساني المزري الذي قد عاشوه أهالي معلولة. اليوم كيف تفسرون أو كيف تقرؤون دخول اليوم الجيش السوري إلى بلدة معلولة؟ اسمح لي أنا بداية أن أقول لكل العالم المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي معلولة السلام، وفي الناس المسرة. أظنها
أنها بداية النهاية لطيور الظلام الذين دخلوا المدينة المقدسة، مدينة يسوع المسيح، مدينة مريم العذراء، مدينة جميع القديسين، من قديسة تقلى أولى الشهيدات إلى القديس سيرجيوس وباخوس، القديس لونديوس، القديس جوارجيوس، جميع القديسين موجودين في معلولة، وهم الذين يحمونها من بعد أن تم تهجير أهلها قطرا وعنوة عندما دخلها طيور الظلام ليستبدوا بها فسادا ويقتلوا خيرة شبابها. فقد استشهد لدينا 3 شبان من خيرة شباننا البسطاء الآمنين في بيوتهم، وخطف لنا 6 شباب ما زالوا أيضا في ريعان شبابهم، وقد هجر أهلها قسرا والآن هم موجودين في دمشق وكنيستها المشرقية التي كانت خادمة لجميع أبنائها اليوم تخدم أبنائها، وهذا حق لهم وواجب علينا. وأطلب الباري تعالى أن يكون مع جيشنا ومع شبابنا في هذه البداية للنهاية التي سنصلها وتكون خواتمها مقدسة مباركة من الباري تعالى ليحفظ مدينته سالمة كما كانت أبد الدهر. واليوم سنشهد إن شاء الله النهاية لهؤلاء الخونة لبلدهم، أول شيء بلدهم الكبير سوريا ولبلدتهم، لأن من بينهم أعوان نسميهم وخونة من داخل معلولة كانوا لهم مثل الدليل ليدخلوا طرقها الضيقة القصيرة، ليدخلوا بيوتها المقدسة الآمنة وجبالها الشامخة، ويزيلوا صلبانها من على قضب كنائسها وأديرتها، وحتى أنهم تجرؤوا بتهديد نساء كرس أنفسهن لخدمة الباري تعالى في الكنيسة المقدسة في دير القديسة تقلى. هذه الراهبات الآمنات المسؤولات على أيتام في ميتم القديسة تقلى تجرؤوا أن دخلوا إلى الدير وهددوا الراهبات وأن يقولوا ما يريدون على القنوات التلفزة. نعم. تحت التهديد وتحت الترهيب. نعم أبونا، لديكم معلومات أو أنباء حول الأوضاع ووضع المخطوفين في معلولة ووضع المدنيين المتواجدين الآن في البلدة؟ بالمدنيين لم يبقى فيها إلا القليل من العجز والعدم القادرين على الحركة. أما بالنسبة للمخطوفين فهم كما قلت لك عددهم 6 شبان، وهم كانوا متواجدين في فندق معلولة على رأس الجبل، وعندما علم المسلحون أن الجيش العربي السوري سيدخل إلى البلدة أخذوهم إلى مدينة يبرود بالقرب من معلولة. نعم، وليس لديكم أي معلومات حول وضع المخطوفين الذين حاولنا الاتصال، كان الاتصال سلبيا وقد هددوهم بالقتل وتفاوض مع الحكومة. فما شأن المخطوفين بما يوجد لدى الحكومة؟ فهم ناس أبرياء مواطنين عاديون ويريدون التفاوض عليهم. نعم. أب مكاريوس، كنا في اتصال سابق مع الأم بلاجيا سيف، هل هناك أي اتصال بينكم وبين الأم بلاجيا والمتواجدون في دير مرتقلة؟ نعم، حاولنا الاطمئنان عليهم، فنظرنا إلى شبكات الانترنت فوجدنا هذه المقابلة الشنيعة عندما يجلس إرهابي بجانب الأم الرئيسة وبجانبها الهاتف، وهي تتحدث عنوة وقصرا ورغما عنها وتقول أن الأمور بخير وهو الإرهابي بجانبها. ولكن نشكر الله القديسة تقلى تحامي عن الدير وتحامي عن أبنائها وراهباتها. نعم، إذن وضع المدنيين المتواجدين في دير مرتقلة هو على حاله، وقد ذكرت الأم بلاجيا أن ولكن تحت الترهيب والتخويف في فرق. نعم. بل ما يكونوا عايشين بآمنين بسلام، بل ما يكونوا عايشين تحت الترهيب والتخويف، شيء طبيعي. ولكن قصرا هم لم يخرجوا من البلدة لوجود الأطفال الأيتام في الدير. نعم. أب مكاريوس، اليوم هناك تقدم ملحوظ وسيطرة شبه كاملة للجيش السوري. هل تتوقعون بعودة سريعة لأهالي بلد معلولة بعد إذا انتهت المعارك بعد يومين كما ذكرت الزميلة ديما؟ أرجو أن تكون عودتهم كما عاد إخوتنا اللبنانيون إلى جنوب لبنان في عام 2006 من بعد أن قام حزب الله المبارك
بتحرير الجنوب من العدو الإسرائيلي، وأشدد على قول العدو الإسرائيلي وليس العدو المواطن الذي في وحدة حال بيني وبينه منذ آلاف السنين، وقد قام بالخيانة العظمى لبلده ومن ثم لأهله وسكان بلدته. أرجو من الباري تعالى أن يحفظ جميع المواطنين بخير، وأن تكون اليوم وأن تعود، وكنا نتمنى أن نعيد عيد الصليب، وهو بعد حوالي اليومين أن نعيد عيد الصليب في بلدتنا في معلولة، ويكون جميع المواطنين القاطنين في معلولة أن يعودوا إلى بيوتهم ويرفعوا صلبانهم فوق الجبال وفوق الكنائس والأديرة ونصلي كنائسنا. نعم، الأب مكاريوس كلومي سكرتير البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، شكرا جزيلا لك. ونعود مجددا إلى مراسلتنا ديما نصيف. ديما، ما هو الوضع أو كيف هو الوضع لديك الآن؟ نعم علا، كما نسمع أصوات الاشتباكات لا تزال مستمرة، وخاصة من الجهة الغربية لمكان وجودنا. يحاول الجيش الدخول بشكل واسع في هذا الحي، وأيضا إبعاد بقايا المسلحين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. طبعا كما قال لنا بعض القادة الميدانيين في هذه العملية بأن عمليات القنص التي تجري هي للتغطية على انسحاب ما تبقى من المسلحين في هذه المنطقة، وأيضا من أجل إشغال الجيش بهذه العملية لمنع تقدم أرتاله التي تتواجد هنا في ساحة معلولة، والتي تستعد للانتقال إلى أماكن متقدمة من هذه البلدة. طبعا علا، بالتأكيد وكما شاهدنا أيضا المنطقة الشرقية وأيضا هنا مكان تواجدنا وحتى الأماكن التي خلفنا هي تحت سيطرة كاملة للجيش السوري، لكن الاشتباكات مستمرة من الجهة الشرقية، من الجهة الغربية عفوا، وبالتالي يحاول الجيش الدخول. ربما نتمكن خلال ساعات أيضا نحن من الدخول إلى هناك ونقل رسالة مباشرة من أماكن متقدمة أكثر بعد التعامل مع مصادر القنص من قبل المسلحين الذين لا يزال بعضهم موجودين هنا. أيضا بالمقابل علا، طبعا الجيش لجأ لعملية التفاف كاملة حول منطقة معلولة. يعني هناك تطويق من جهة عين التينة، هو المحور الواصل بين معلولة والطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص والمنطقة الوسطى، وأيضا بالمقابل هناك كانت تغطية من جهة جبعدين، عفوا وليس من جهة جبعدين، من جهة الجنوب غربي لمعلولة باتجاه الجرود، وبالتالي ليس هناك هو تمكن من إحكام الطوق إن صح التعبير، وأيضا إحكام الحصار على المسلحين، ولم يعد بإمكانهم حتى أن يكون لديهم معبر كما كان في بداية العملية على الأقل عندما أمنت لهم جرود جرود جبعدين والصرخة ويبرود ملاذا وبالتالي متنفسا من أجل الخروج والعودة إلى عملية معلولة، وأيضا بأنهم تمكنوا من الإمداد بعناصر أكثر. العملية بدأت مع أعداد قليلة من المسلحين ومن ثم استمرت مع أعداد أكبر بكثير منهم استعدادا لمواجهة كبيرة كانت مع الجيش السوري. هذه هي العملية الالتفافية التي قام بها الجيش من كامل منطقة معلولة، إلى جانب التغلغل بداخل الأحياء والاشتباكات والمواجهات المباشرة التي كانت من عناصر الجيش والمسلحين، هي ربما التي حسمت المعركة في أيام قليلة. كما قلت لك على الأقل لم يكن هناك تقديرات بأن تنتهي بأيام قليلة، ولكن يبقى هناك رهان على أن هذه العملية أن تستقبل بشكل كامل وبشكل جذري وتام، مرهون لإمكانية التعامل مع مصادر القنص، وبالتالي أيضا إبعاد هؤلاء القناصة أو حتى بقايا وفلول المسلحين إلى أماكن أخرى. نعم، مراسلتنا ديما نصيف كنت معنا مباشرة من بلدة معلولة، وسوف نطلع منك على آخر التطورات في البلدة في نشرات لاحقة إن شاء الله. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.